يقول: ما هو أجمع كتاب تنصحني به في علوم القرآن؟ أجمع كتاب اللي يمكن نقول عنه لكتاب السيوطي الحقيقة. كتاب البرهان فيه تحريرات وتحقيقات. كتاب السيوطي مهم. من أراد أن يستفيد من كتاب السيوطي والإتقان يرجع إلى كتاب الدكتور حازم حيدر، وكتاب نفيس اللي هو علوم القرآن بين البرهان والإتقان، يعني جمع لك مادة علوم القرآن في الكتابين. أنا أشوف معك كتاب دكتور. هنا في كتاب أرى مهم جدا أن أيضا أشير له، وكتاب علوم القرآن بين البرهان والإتقان دراسة موازنة. هذا كتاب كتبه الدكتور حازم حيدر، وهو الحقيقة بداية، أنا أعتبره بداية مشروع، ولكن الدكتور حفظه الله طبعا مشغول بأعمال أخرى، وإن كنت أتمنى على مثله خاصة من عامل مثل هذا العمل أنه يكمل هذا المشروع. طبعا هذا المشروع موازنة بين البرهان والإتقان. فائدة هذا الكتاب أنه يعطي قارئه، وأنا يعني أقول أنه مهم جدا يقرأه من يريد أن يقرأ الإتقان أو البرهان أن يقرأ هذا الكتاب، لأنه يعطيك في النهاية زبدة أنواع علوم القرآن. جميل. وتكون أمامك يعني بنقد الدكتور حازم حيدر في مواطن معينة، وبذكر من فرد به السيوطي، من فرد به الزركشي، ما اتفق عليه، ما زاده السيوطي. جميل. فيكون عندك على الأقل خلفية كاملة عن أنواع علوم القرآن. جميل. من خلال هذين الكتابين.